السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضربوا غزة وقلنا ماشي، ضربوا المعبر وقلنا ماشي، ضربوا المستشفيات هناك في غزة قلنا ماشي. لكن شاب إسرائيلي يجي ويتحرش باتنين ستات جوه مصر في دهب ونسكت وما نلاقيش رد من أي حتة خالص؟ ده اللي مش ماشي. إزاي واحد إسرائيلي يجي مصر ويتحرش باتنين ستات ويقول لهم الارض دي اهلنا دفعوا فلوسها والارض دي بتاعتنا؟ ازاي واحد اسرائيلي يقول لك الارض دي بتاعتنا وهو على ارض مصريه واتحرش باتنين ستات وبيقول لهم ده انتوا حيوانات؟ وما لقناش اي رد فعل خالص من الداخليه او من الجيش او من اي حد. عمرو اديب طالع يتكلم عن الرز والسكر وبقى ب 100 جنيه وب 50 جنيه، والاستاذ احمد موسى بيقول لك اصل السكر مش سكر. ايه سكر؟ ما بيتكلمش على الاسرائيلي اللي اتحرش بالبنات هنا عندنا في مصر ازاي ويقول لك الارض دي بتاعتنا. طب الغلو اللي احنا فيها بنتكلمش فيه خالص. كمان الشرف، محدش بيتكلم في الشرف كمان. ازاي اتنين ستات طالعين والفيديو متصور جميل جدا واتنين ستات محترمين جدا على السوشيال ميديا وعلى الفيس وجميع الاماكن والتواصل الاجتماعي ازاي الواد ده متساب كده يا جماعه؟ ويطلع المتحدث الرسمي من وزاره الداخليه يقول ان الراجل ده ما هوش حامل الجنسيه الاسرائيليه. ده هو بيقول الاسرائيليين دفعوا حساب الارض دي، يعني هو اسرائيلي. طب هو لو شايل اي جنسيه تانية خلاص احنا ما نحاسبوش؟ ما يطلعش اي حد يقول جنسيته ايه حتى لو كان انجليزي ولا امريكاني؟ خلاص احنا يعني بقينا سهلين قوي كده يعني؟ ده بيتحرش باتنين ستات مصريين. ده لو حد تاني كنا طلعنا ولقينا القوات الخاصة طلعت والداخلية طلعت وقامت جايباه ومصورينه ومش عارف ايه والكلام ده، وثلاث اربع ايام يجيبوا له 4 سنين ولا 5 6 سنين. واحد اسرائيلي وفي ظل الظروف اللي احنا فيها دي كلها ويخش بلدنا ويبقى سايح وسايبين السفارة الاسرائيلية لغاية دلوقتي ومحدش بيتكلم. انتوا بتضغطوا كده على الشعب المصري، انتوا بتقولنا ان احنا ملناش اي لازمة خالص. الشعب كله ساكت وما بيتكلمش. فين الاعلام؟ الاعلام ما بيتكلمش عن حاجة زي كده ليه؟ كل اللي سكت الدنيا كلها قال لك احنا ان المتحدث باسم وزارة الداخلية جه وقال لك ان هو ما هوش اسرائيلي. طب خلاص يا باشا، اعلن عن جنسيته ايه وقول احنا هنعمل معاه ايه وهاته وحقق معاه. هدي الناس دي الحاجة اللي تهدينا وتخلينا قاعدين في مكاننا. احنا ما بنتكلمش على اي حاجة، احنا بنتكلم عن شرف. واحد اسرائيلي بيتحرش باتنين ستات جوه مصر في منطقة دهب. انت ما حققتش معاه لغاية دلوقتي ليه؟ ما اتخذتش معاه قرار ولا اي حاجة ليه؟ فين القانون الدولي؟ هو راجل مش اسرائيل، جنسيته ايه؟ ابن 60 في 70 ده جنسيته ايه؟ سلام عليكم.